عليكم حبوباتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى ان شاء الله من ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم باذن الله يا ربي جيت معكم بواحد الوصفه لذيذه بزاف، وما كاينش اللي ما كتعجبوش لا صغير ولا كبير، ومفيده بزاف بزاف بزاف. يعني للجسم ديالنا راه مفيده. طبعا هي اقتصاديه ولذيذه في نفس الوقت لذيذه. اليوم غادي نقدم لكم الطريقه ديالي. اللي بغى يطبقها راه كتجي لذيذه بزاف، والله العظيم البنات ما تشبعوش منه. يعني ماشي واحد ولا جوج اللي شكرالي. بالنسبه للطريقه ديالي اليوم، اول حاجه عندي هنايا اللوبيا البيضاء بحال كتشوفوا، عندي منقيه وبيته ليله كامله بحال كتشوفوا، حتى كترجع كبيره غليطه منفخه. طبعا كتكون مصفيه ومغسوله اكثر من مره، حاجه طبيعيه. انا هنايا عندي تقريبا 4 كيلو. عندي واحد الحبه طماطم، يعني انا قليل فكنستعملها بالحق كتجي لذيذه، حيت انا ما كنعملش الصلصه، كنعمل مطيشه، واحد مطيشه. عندي شويه د الزيت بحال كتشوفوا، عندي العطريه، عندي طبعا الربيع ماخد الربيع، عندي هنايا الثوم كانت عندي في الفريغو، عندي هنا شويه د الملح على حساب كيفاش كتبغيوها. عندي كيمون مغرفه صغيره مع مراشي، عندي هنايا مغرفه صغيره مع مراشي ديال فلفل حمراء اولا فلفله حلوه على حسب اللي كتقولوا لا. عندي هنايا الابزار، عندي هنايا طريقه بحال كتشوفوا ديال السكنجبر. هادو هما المقادير ديالنا. كنجيب واحد الطنجره، اول حاجه كنعملوا لها كنحكوا ديك الطوماطيشه ديالنا. البنات هذه الطريقه هذه كتجي الصراحه واعره، جربوها بطريقتي غادي تحمقكم، خصوصا نتوما عارفين راه علينا تبدا الشتاء، وغادي هاد الاكلات اللي كنستعملوا وكنستهلكوا حاجه طبيعيه. انا البنات كنطحنا في كنحكها في الحكاكه رقيقه ماشي الغليظه، وبلا البنات ما تستعملوا لها الشوار، يعني غير وحده راه تقدروا تحكوها. البنات اللي عندهم مصران من الاحسن يطيبوها في الماء شويه مع كربوناتو باش كيمشي لها الجهد ديالها، عاد كيطيبوها يعملوا لها العطريه. حنا صراحه ديك الطريقه واخا حنا عندنا مصران ما كنستعملوهاش، كتجي هيدا لذيذه الصراحه. طبعا غادي نحط مطيشه. كاينين مدن اللي كيستعملوا بصله، حنا ما كنستعملوش بصله، حنا بالحق كنكثروا الثوم كنعملوها زايده. يعني نتوما كتشوفوا هاد الكميه بسيطه شحال فيها هذا الثوم. كاين في الداخل كيعملوا بصله صغيره وكيعملوا جوج د فصوص، حنا هنايا كنعملوا الثوم زايد. طبعا حنايا حكينا مطيشه، كنجيبوا الثوم كنقطعوا ستيتو، البنات اذا عملتو الثوم في فريكو ما تخافوش منه الصراحه. حنايا كنعملو الصراحه في الفريكو، اولا كنعملو الطريقه ديالنا كنحكوه وكنعملو له الزيتون كنخليوها في النبيره. انا جبرتو تسالى عليها قلت نعمل هيدا. دابا غادي نزيدو البنات هاد شويه د الزيت هنا، غادي نشعلوها ليها بطا تقلى شويه.
حنا دابا شعلنا عليها العافيه. دابا غادي نعملوا اللقمه ديالنا مع الربع ديالنا. غادي نخليوها شويه. صراحه هاد الطريقه والله ما تشبعوا منها البنات. والله البنات اذا جربتها والله ما تشبعوا منها فعلا. هاد المره عملتها بلا سلق بلا حتى حاجه، يعني عملتها غير اللوبيا البيضاء بوحديتها. غادي نقليوها دابا شويه. موراها طبعا حنا دابا في هذه المرحله كنعملوا الماء يطيبوا باش ما تكرززناش اللوبيا. اذا عملنا معاها الماء بارد راه غادي تكرزز، عليها حاجه طبيعيه. دابا كنعملوا الماء طيب باش ما تكرززناش. كنحركوها باش كتبنن بهذا العطريه كامله. هذه الطريقه المعتمده اللي عندنا حنا في طنجه الحقيقيين، هذه اللي كنستعمل هذه الطريقه. البنات كاين اللي كيزيد بطاطا، انا كنزيدوها بالحق. هاد المره ما غاديش نزيدها. بحال قلت لكم البنات هذه مفيده بزاف بزاف للجسم ديالنا، يعني البقوليات كامله راه كتسنى الطابون. انا للاسف ما كناكل شي بالحق هاد المره، يعني فعلا قلت غادي نبقى ناكلو نحسبوه بحال الدواء ولا شي حاجه، المهم ناكلو حتى فعلا فيتامين. انا القطنيه كامله ما كناكل منها غير العدس بالحق. دابا يعني فعلا محتاجه الجسم ديالي، فعلا محتاج هاد البقوليات كاملين وداكشي. غادي نبقى باذن الله ناكل. بحال اللي كتشوفوا البنات دابا هي انا عملت لها الماء ديالها، الماء الجوج اللي غادي يطيبوا. طبعا البنات لوبيا طيبوها بمهل باش تجيكم، باش طيب لكم يدخل لها في الطياب. دابا البنات ان شاء الله يا ربي ملي توجد ونغرفها ديك الساعه نوري لكم الشكل النهائي ديالها باذن الله. مع السلامه. النهائي ديال اللوبيا ديالنا بحال اللي كتشوفوا مريقه، جات خاطره بزاف. بغيت نوريكم كتجي لذيذه البنات. شوفوا هاهي ملبيه ما شاء الله، نتوما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل اللوبيا ديالنا كيفاش جات. بحال اللي كتشوفوا ملبيه بزاف بزاف وكتجي خاتره، راه باينه من المريقه ديالها. كنتمنى الصراحه تجربوا الطريقه ديالنا، كتجي لذيذه بزاف. والى الملتقى ان شاء الله يا ربي.